السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناة يوميات مغتربة، وأسعدكم سعادة الدارين وبارك فيكم وجعلكم مباركين أينما كنتم. اليوم أقدم لكم طريقة فطيرة الرزنة. هو فيديو عندي من زمان، إن شاء الله بس أجيب الصح. اللي خلطت من أول هذا بيض وسكر، ملعقتين سكر وبيض وشوية الملح. كان المفروض أحط الملح أحطهن مع النواشف، بس هي ما تفرق بالنسبة للفطيرة هذه. الدقيق دقيق أبيض، حب السوداء، باكنج باودر، ملح، خميرة معجنات عادي. هنا حطيت ملعقتين سمن بلدي، زبدة، أي شيء. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا حليب يقدر يعني نقدر نستبعد عادي. نحط 3 ملاعق حليب بودرة مع موية فاترة ويكون بديل الحليب. خلطنا لين تجانسوا مع بعض المكونات. حطيت الدقيق الآن على مراحل. طبعا الخلط تحت هذه، اللهم السيليكون هذه تعبتني. رجعت شلت السيليكون وحطيت المنشفة، وكل ما اختلطت وانعجنت وانضربت تطلع أفضل. حتى لو في عجان يكون أفضل. والأفضل إنها تتريح شوي وترجع، يعني نرجع نخلطها كل ما ارتاحت 10 دقايق نرجع نخلطها. مرة لذيذة جدا وتدي نفس طعم بنت الصحن. اللهم أني هذه أسرع. عاد أنا يمكن ما ضبطت معايا شوي مرة، لأن الخميرة عندي مو مضبوطة مرة. أظن هذا السبب. طبعا الصحن هذا مو مناسب. أفضل شيء هو الألمنيوم، خاصة الأكلات القديمة. أحس تجيب نتيجة أفضل من هذا الستيل والزجاج. صبيتها على الصحن. البيضة هذا كان استثنيتها، المفروض 3 بيضات لكل صحن، بس أنا استثنيت البيضة هذيك وطلعت البياض مع الخلطة والصفر خليته على جنب. هذا الصفار جبته ووزعته على العجينة. قوامها مثل الكيك تقريبا. في الأخير حبة سودة وسمسم، مع أني حطيت حبة سودة من أول، بس هو كويس للي يكونوا أهل البيت كلهم يحبوا الحبة السوداء. هذا سمسم بني. حطيت عليها عسل وسمن، بس للأسف ما بين. من انتفخت مرة بسبب العجينة. ما كنت أنا يعني متأكد إنها من فعاليتها، بس إنها مرة حلوة صراحة، والطعم كويس كان. وعلينا وعليكم بالعافية، ولا تنسوني في الاشتراك واللايك. الله يسعدكم سعادة الدارين ويحقق أمانيكم يا رب العالمين ويجبر بخواطركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.